اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الخيرات على اخواتي السكر النبات. تعالوا كده نعمل تتبيله مميزه وحلوه جدا جدا. بصوا، اول حاجه كده حطيت فصين حبهان، وهنحط ايه تاني؟ فلفل اصفر، فلفل احمر، فلفل اخضر، طماطم وبصل. وبصوا، لو ما عندكيش احمر ولا اصفر مش مشكله، حطي اخضر وطماطم وبصل. حاطه بالظبط كده من كل لون، يعني الفلفل الاصفر خدت حته، الاحمر اخدت حته، وحطيت بصلتين، وحطيت قرنين فلفل اخضر، وطماطميه واحده كبيره، بس كده. وهنا بقى صلي على الحبيب علشان خاطر قلبك يطيب. بصي بقى، عايزين نفرم الخضار ده كويس جدا جدا، عايزاه فرم ناعم على قد ما تقدري. سمي الله وصلي على الحبيب. اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. نزلت هنا بربع كوبايه من الليمون، وربع كوبايه من الزيت، وكمان هنحط ايه بقى؟ شويه بهارات كده حلوين، بيعملوا للتتبيله دي وبيودوها في حته تانية خالص. اول حاجه معلقه من الكزبره الناشفه بتاعتنا الناعمه. تاني حاجه هتحطي معلقه من السبع بهارات، وكمان هتحطي معلقه من الفلفل الاسمر الناعم. طبعا الريحه مش قادره اقول لكم عامله ازاي، حلوه جدا. وهنا بقى نسمي الله ونصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وهنزل بالملح بتاعي. طول ما الملح بتاعك مظبوط في اي اكله انت بتعمليها بتطلع الاكله حلوه ومظبوطه. وما تنسوش، زمان ما كانوش بيستخدموا غير ملح وفلفل اسمر وبس، ما كانوش بيحطوا اي حاجه تانية. انا هنا هحط بقى معلقه توم باودر، وكمان هنحط معلقه من البصل البودر. بصوا، التوم البودر، البصل البودر، البابريكا انا بحفظه في التلاجة عندي، علشان خاطر اسرع حاجه بتعمل رطوبه واسرع حاجه بتتجمد هي التوم البودر والبصل البودر والبابريكا. فطبعا دول حطيهم في التلاجة عندك، مش هيحصل لهم اي حاجه خالص. ومعلقه من البابريكا. ورجعي تاني اقفلي الكبه بتاعتك، وابتدي بقى اضربيهم بقى ضرب مربح زي ما بيقولوا كده، جامد جدا. وهنا بقى سمي الله وصلي على الحبيب المصطفى سيدنا محمد. كان عندي 4 وراك كده، وهنزل عليهم الخلطة دي. بصوا، تحفة حاجة كده، ولا ريحتها بجد وهم، ريحتها حلوة جدا جدا. وهنزل عليهم الخلطة كده، وندخل بقى الخلطة دي كده في الفراخ. طبعا انا مفتحة الوراك. وعايزة اقولك على حاجة، بعد ما ندخل الخلطة فيها هندخلها الفرن. سيبيها على نار واطية، بلاش تعلي النار تقولي عشان تستوي بسرعة، لا بالعكس، النار العالية ما بتسويش الاكل بسرعة. الفراخ بالذات طالما داخله الفرن وهي نيه كده، لازم تاخد سواها كامل متكامل. وسيبيها كده على نار هاديه، وسيبيها تاخد وتدي كده مع نفسها، هتطلع معاكي روعه وبجد بتتبيله وريحه حلوه جدا. هنا بقى كده اللهم بارك، طلعنا الصينيه من الفرن بجد حلوه جدا جدا. بصوا بقى السوا بتاعها، هشيل بس الجلد اللي فوق ده كده، بجد مستويه حلوه جدا جدا. جربوا الطريقه دي، الصوص ده حلو قوي مع الرز بالشعريه او بالعيش بالطحينه، بالسلطات بقى والكلام ده كله، بجد رايحه في حته تانية خالص. يا رب اكون عند حسن ظنكم. بحبكم في الله، اخواتي وصحابي، كل من بيدعمني، كل من بيقول لي كملي، بجد بحبكم في الله. ليكم تقدير واحترام كبير جدا جدا عندي. واقول لكم زي ما بقول لكم كل مره، ايه، جربوها ومش هتنسوها. واقول لكم بقى ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.